اهلا بيكم وحلقه جديده، والنهارده هنتكلم عن فريق فلومينينسي، الفريق البرازيلي اللي هيقابل النادي الاهلي يوم الاثنين الجاي الساعه 8 مساء في الدور قبل النهائي من كاس العالم للانديه. وطبعا ده تاني اهم ماتش في تاريخ النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، لانه هو ماتش بالنسبه لك مش صعب قوي، وهيبقى فرصه كبيره جدا 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 للنادي الاهلي ان هو يحصد ميداليه جديده في تاريخه في كاس العالم للانديه. الأول عايزين نتكلم مين هو فريق فلومينينسي البرازيلي وإزاي وصل لكأس العالم للأندية. فريق فلومينينسي البرازيلي حقق كأس الليبرتادوريس عن طريق فوزه على نادي بوكا جونيور بهدفين مقابل هدف، وده كان إنجاز تاريخي ويمكن أكبر إنجاز في تاريخ النادي. بالفوز ده النادي قدر إن هو يوصل لكأس العالم للأندية، ولكن النادي ده عنده شوية مميزات، ويمكن المميزات بتاعته هي اللي بتخليه عليه عيوب، أو المميزات دي بتقلب لعيوب قدام الفرق اللي بيقابلها. عايز أقول لك الأول إن الفريق ده في آخر 5 مباريات ليه خسر مباراتين وكسب 3 مباريات، لكن آخر المباراتين ليه هو خسرهم قدام فرقة جريمو، الفرقة دي بتاعت لويس سواريز أو اللي راح ليها لويس سواريز، وسجل لويس سواريز في شباكهم هدفين، وانتهت المباراة ب3 أهداف مقابل هدفين. والمباراة اللي قبلها كانت قصاد فريق بيلاميراس، الفريق طبعا اللي قابل النادي الأهلي بدل المرة 2، وقدر فريق بيلاميراس يتفوق عليهم بهدف مقابل لا شيء. نتكلم الأول عن المدير الفني لنادي فلومينينسي البرازيلي. فرناندو دينيز يعتبر البروفيسور الموجود في البرازيل حاليا. كل مدربين البرازيل بيستلهموا أي أفكار من المدير الفني الحالي لفريق فلومينينسي. هو المدير الفني لمنتخب البرازيل، وهو مدير فني مؤقت بالمناسبة، تمام، ولكن هو مدير فني عنده أفكار رهيبة جدا. انت لو جيت بصيت او لو تفتكر بيب جوارديولا مع برشلونة كان عامل ازاي، وفكرة البوزيشن جيم اللي كان بيعملها قصاد اي منافس هو بيلعبه كانت معتمدة على الاستحواذ، وده اللي بيطبقه فرناندو دينيز مع فريق فلومينينسي البرازيلي. ويمكن فرقة فلومينينسي اكتر فرقة مستحوذة في الدوري البرازيلي، او اكتر فرقة امتلكت نسبة استحواذ بنسبة 62%، تمام، ودي في البرازيل نسبة عالية جدا. ولكن انا عايز اقول لك انت بالنسبه للنادي الاهلي خصوصا، انت هتقابل مدرسه مختلفه تماما عن مباراه اتحاد جده. هتقابل مدرسه كلها مواهب، لان البرازيل احنا عارفين ان هي منشأ الموهبه في الكوره، تمام، غير ان مدربين البرازيل بيعتمدوا على الموهبه وبيعتمدوا على اللعبه الجماعيه في الموهبه اكتر، تمام. ويمكن دي اللي هتقابل او العقبه اللي هتقابل النادي الاهلي. ولكن برجع واقول لك ان ده اهم ماتش في تاريخ النادي الاهلي، او تاني اهم ماتش في تاريخ النادي الاهلي، علشان يقدر يحقق الانجاز اللي كل الاهلاويه مستنيينه. نيجي نتكلم عن اسلوب لعب فريق فلومينينسي البرازيلي، تمام. هو في الفتره الاخيره معتمد على فكره 4-2-3-1، ويمكن هي بتتغير في المثلث الهجومي اللي قدام. ولكن انا مش عايزك تنخدع بالطريقه او حتى بشكل اللعب، لان اي طريقه لعب هو المدير الفني هيعلن عنها او هتشوفها في الفيديوهات، فهي انت هتلاقي في مباراه الاهلي طريقه لعب مختلفه جدا، لان الفرقه دي بالذات في البرازيل بيطلقوا عليها لقب الفرقه العشوائيه. بمعنى اصح ان الفرقه دي اكتر فرقه عملت كميه باص في الدوري، او اكتر فرقه بتعمل تمريرات في الدوري بنسبه 84%، تمام. ولكن التمريرات دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المثلثات اللي بيعملوها الفرقه او بيعملوها اللعيبه. معنى صح، انت لو جيت شفت ان انت هتلاقي ان عندهم كينو، اللعيب البرازيلي اللي دخل مصر من بوابه نادي بيراميدز، تمام، ويمكن كان من اكتر المواهب العدد في تاريخ مصر، وهو لعيب عالي جدا والناس كلها عارفاه. وطبعا الناس كلها فاكره اهدافه العالميه في الدوري المصري، ولكن اقول لك ان هو خلاص عدى 35 سنه، فمش هو كينو بتاع زمان. وعايز اقول لك برضو ان الفرقه دي حاليا بتمتلك اكتر من 11 لعيب معديين 38 سنه. وكمان هقول لك حاجه اكتر، ان الفرقه دي عندها 2 لعيبه معديين ال 40 سنه بلا مبالغه. فهي الفرقه دي بلغه الكوره فرقه عواجيز، تمام، ولكن اسلوب لعبهم هو اللي بيعمل اي مشكله او بيعمل مشاكل للخصم. لان انت لو جيت بصيت هتلاقي ان دايما في طريقه لعبهم بيعتمدوا على الجماعيه، يعني بيدافعوا مع بعض وبيهاجموا مع بعض. كمان اقول لك نقطة اهم ولازم لعيبة الاهلي تخلي بالها منها بشكل كبير جدا. الفرقة دي لو خسرت الكورة هتلاقي ان في اكتر من 4 لاعبين بيحاوطوا اللاعب اللي معاه الكورة عشان يقطعوا الكورة منه. يعني معنى كده ان انت ممكن تلاقي مارسيلو طالع مكان الوينج والمهاجم راجع في نص الملعب، ونص الملعب طالع يجيب جون، ده عادي، لان الفرقة دي بتعتمد زي ما قلت لك على العشوائية بشكل كبير جدا جدا، تمام. يمكن اللعيبة اللي في الفرقة كلها ما عندهمش تمركز بشكل كبير، او ما عندهمش تمركز اصلا غير الاثنين قلوب الدفاع،
تمام، نينو وفيليبي. فيليبي طبعا احنا عارفين هو كان بيلعب في نادي بلا ميراس وقابل النادي الاهلي وضيع ضربه جزاء قدام الشناوي قبل كده. تمام، الاثنين قلوب الدفاع زي ما قلت لك، وكمان اندريا لاعب نص الملعب المحور. هم دول اللي ثلاثه اللعيبه اللي ملتزمين باماكنهم بشكل كبير جدا. تمام، ودول اللي انت هتشوفهم في الماتش ما بيتحركوش او مش بيزيدوا، ملتزمين باماكنهم في الملعب. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان اندريا ده بالذات لاعب نص الملعب او لاعب المحور بالاخص، هو الموزع الرئيسي لكل التمريرات اللي بتتعمل في الملعب. تمام، اعتماد الفرقه بشكل كبير بنسبه 70% على اللعيب ده بالذات. مش هقول لك بقى ولا على مارسيلو ولا على كينو ولا كل الناس دي، لا، هما بيعتمدوا على اللعيب ده بالذات ان هو الموزع الاساسي للتمريرات، وهو بالمناسبه صاحب اعلى معدل تمريرات في الدوري البرازيلي. تمام، الفرقه دي عندها مشاكل في نقطه ايه؟ في نقطه الجماعيه زي ما قلت لك، ان الناس دي بيهاجموا مع بعض وبيدافعوا مع بعض. ففكره المرتدات انت تقدر تخلق عليهم مرتدات بشكل كبير جدا. تمام، لان ارجع اقول لك عامل السن فارق مع اللعيبه دي. انت عندك اعمار سنيه في النادي الاهلي قليله جدا، سواء بقى كريم فؤاد اللي هو 24 سنه، نبيل كوكا، كهربا، بالنسبه للعيبه اللي عندهم، لا، انت عندك معدل اعمار سنيه اقل بكتير. تمام، ففكره المعدل البدني هو اللي مش بيسعب في الفرقه. وارجع واقول لك نقطه اهم، ان هم خسروا اخر مباراه ليهم قصاد فرقه جريمو اللي هي فرقه لويس سواريز علشان معدل الاعمار، بمعنى اصح ان هم ما قدروش يدوا نفس القدره اللي ادوها في الشوط الاولاني حصلت الشوط الثاني، فبالتالي ان هم استقبلوا 3 اهداف تقريبا. الفرقه دي بتضعف بشكل كبير جدا في الشوط الثاني. فانت تقدر تستغل الموضوع ده في فكره المرتدات وفكره الاعتماد على بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات. تمام، لان الفرقه دي ارتدادها مش سريع. تمام، عشان بس الناس تبقى فاهمه، الفرقه دي ارتدادها مش سريع، ولكن ارتدادها بيكون بشكل جماعي. يعني انت مش هتلاقي لعيب واحد بس اللي بيرجع، لا، هتلاقي اللعيبه كلها. وعايز الفت نظرك لنقطه مهمه جدا، ان انت هتقابل مدرسه مختلفه تماما عن مدرسه الاتحاد. هقول لك على موقف حصل. كوره امبارح اتلعبت في ماتش الاتحاد في الدقيقه 80، والكوره طالعه بره خلاص، ضربه مرمى. كريم فؤاد فتح سبرنت على اللعيب بتاع الاتحاد، وعايز يلحق الكوره ان هي ما تطلعش ضربه مرمى، انها تطلع رمي تماس عشان النادي الاهلي يستفاد منها بشكل اكبر. تمام، فكره اللي خلى كفه النادي الاهلي تميل امبارح فكره الغيره على التيشيرت، ما كانتش موجوده عند لعيبه الاتحاد امبارح، عشان بس ما حدش يزعل مني، هي ما كانتش موجوده عند نادي الاتحاد امبارح ولا على اللعيبه. تمام، لكن انت هتقابل مدرسه مختلفه تماما. فكره الغيره او العنف اللي موجود في البرازيل ده بيطبقوه في الملعب عادي جدا. فانت لازم تكون مستعد ومهيئ نفسيا لاي التحام ممكن يحصل في الملعب. تمام، ونقابلكم في الجزء الثاني.